السؤال اللي بعد كده. نعم. لا الأخ بيقول لي المكالمة التليفونية التي أذيعت في التلفزيون ليست المكالمة الحقيقية. حاضر. أولا في واحد مذيع لطيف جدا اسمه. طيب حاضر. اللي ماسكين الامن من بيت الكوره ما بلد توفيق فاش احنا والله ما شاء الله. انا والله اشكر اخواني الكرام اهل ميت الكرم الاعزاء على وجودهم بهذا العدد الوفير اليوم. في احد المذيعين بيتكلم. حاضر. لا ما بيقول لي تلميح اهو على كل حال. طيب في غير صحيح طبعا، ما انا قلت لهم. انت سمعتني وانا بعلقها. طيب اولا في احد المذيعين اللطاف الظراف لقى ان انا اسمي حازم ابو اسماعيل، ولقى ان في عيلة في سمنود اسمها عيلة ابو اسماعيل، فتوقع من عند نفسه كده ان يبقى حازم ابو اسماعيل ده من سمنود، وده شيء كان يشرفني. احنا طايلين ده اهل سمنود اهل كرام. فلما اكتشف بقى قال لك ان مدام من سمنود راح عامل لها تأليفة من عنده وقال لك ده من سمنود من عيلة ابو اسماعيل، وكمان والده كان بيزورنا وبنزوره وبيننا علاقة مع بعض. واحنا يعني اساسا احنا من عائلة ابو اسماعيل. عيلة ابو اسماعيل عيلة كريمة في سمنود، ومنهم الدكتور احمد ابو اسماعيل. لكن ده الراجل ده فكرني بواحد مدرس ثانوي زمان. مدرس الثانوي ده كان راجل لطيف قوي، الله يكرمك. مدرس الثانوي ده كان راجل لطيف قوي. كان كل ما الطلبة يسألوه عن حاجة يجاوب بعلم وبغير علم. فالطلبة اكتشفوا ان هو بيقول كلام وخلاص، فقرروا انهم يألفوا اسم حاجة كده مش يعني ملهاش وجود علشان يسألوه عنها ويشوفوا بقى ما حاجة ملهاش وجود فيقول معرفش او يدعي. فقالوا له يا استاذ لو سمحت ما تعرف لناش يعني ايه الخنفشار؟ فقال له ايوه يا بني الخنفشار طبعا مادة معروفة، وهي مادة إذا وضعت على اللبن فإنه يتخثر، يعني يبقى رايب يروب يعني. وفي هذا قال الشاعر، وألف بيت شعر عمر ما شاعر قاله، لكن عشان يبين نفسه بيفهم. قال لك إيه؟ لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. فالمذيع ده زي ما بقول لك وقع في غلطة كبيرة تبين لك ان هو راجل ايه بيفبرك، يعني بيكذب بيجيب من عند نفسه. فقال لك ده مش بس من سمنود، ده كمان بيجولنا وبنجولهم يعني عارف البيت. انما الحقيقة هذا الكلام لا اصل له.